السلام عليكم، سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير، على خير، تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم في القناه خديجه ام رانيا. كما كتشوفوا اليوم غادا نشارك معكم الميرنا، غندير الكواري بالميرنا، غنبدلوا على السردين وغنبدلوا على الكفته كما العاده كنعرفوا. ودابا غادا نديرها ان شاء الله بالميرنا، كتجي خطيره خطيره وكنقليوها وهذا. ودابا غادي نستافدوا منها بالفيتامينات ديالها، وصحاب خصوصا صحاب الريجيم وصحاب الكوليسترول يستعملوها بهذه الطريقه، كتجي زوينه وبنينه. المهم غنبدا نشارك معكم اليوم الروتين تحفيزي، الروتين بسيط ديال نهاري. المهم غندير معكم الطاجين، نوجد معكم غديوه، وغدا نوجد معكم ان شاء الله حتى الكوتي، حيت ضرب عصفورين بحجر واحد كما دائما كنعوضكم عليه. ملي كندخل الكوزينه في الصباح كيعجبني نطيب الغدا، كيعجبني نطيب الكاسكروط، كنوجدهم باش ملي كنغسل المواعن وكنجمع يعني كيكون. وشكرا لكم بزاف بزاف ومرحبا بكم، وخليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر وغتشوفوا معايا الطريقه. المهم غتشوفوا معايا الروتين ديالي ديال نهاري كامل، هادشي اللي كاين بنات، ومرحبا بكم. هلا بنات، كما كتشوفوا بعد ما كان عندي الميرنا، كانت عندي فريغو، جبتها درتها هنايا في الماء كما كتشوفوا حتى دابت. صافي غنبدا نقي فيها. هنايا راه ما فيها الشوك كما كتعرفوا، ميرنا ديما كتكون فيها داك الشوك، ولكن هذاك الرقيوق ماشي بحال ديال السردين اولا ديال الشرن كيكون الشوك ديالهم قاصح. صافي كما كتشوفوا هنا غادا نحيد لها غير السنسول فقط، وكنحيد لها ديك الشنيفات اللي كيكونوا في الجناب. صافي هادشي اللي كاين البنات. من بعد هنايا بغيتو تحيدوا لها الجلده تحيدوه ليها، ما بغيتوش تحيدوا حيت ماشي كلشي كيحيد منه الجلده، حيت حاولت انني نحيد الجلده، شي وحدين تحيدات منهم الجلده شي وحدين لا، ولكن غادا نديرهم في ديك الطحانه ديال المطيشه. الصراحه زوينه بزاف البنات. مهم كما كتشوفوا بعد ما غادي نكمل هنايا هذا الميرنا ديالي كامله غادا نقيها نحيد لهم السنسول كما كتشوفوا. ها هي، وهنايا راه باقي فيهم الجلده ديالهم. هنايا باش مزيانه هاد الحكاكه ديال المطيشه البنات، كيطيح غير اللحم والجلده كتبقى لاصقه، هذه باش زوينه. كنتو حيدتو الجلده ديالو ودرتوه، يعني غتقدروا ديروه في ماكينه الهاشوار، ولكن باش ديروا فيه هو باقي فيه الجلده ما تقدروش ديروه في هاشوار، لان هاشوار غادا طحنها كامله، غتطحنها هي والجلده ديالها، ولكن الجلده ديالها شويه قاصحه بحال السردين انا ما كيعجبنيش الجلده ديالها، داكشي علاش كيعجبني نديرها في الحكاكه ديال المطيشه. صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. من بعد ما كندير فيها شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وكندير حكيت فيها الثومه، ودرت فيها الربيع، ودرت واحد حفينه ديال الروز غير كاضافه. صافي ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، حيت هنايا هاد الكفته ديال الميرنا ما كتجيش فازكه، ما كتجيش حيت بحال ديال السردين كتجي شويه مطلوقه شويه خفيفه، ضروري خاصك ديري فيها شي حاجه باش كتقصحها. هذاك الشيء علاش انا هنايا ميرنا راه كجاتني خفيفه، وكتجي اصلا هي خفيفه في هذا الخليط ديالها. داك الشيء علاش درت فيها الرز غير كاضافه، وصافي ما بغيتوش ديروه ما ديروش. صافي كما كتشوفوا من بعد كنهز هنايا الطاجين، بغيتو ديروا في الطاجين كيعجبني ندير كلشي في الطاجين باش كيبقى في الطاجين صراحه، وكيبقى مغطي كتاكليه وقت اللي بغيتي. درتي في الكامله كيبقى داكشي مخلط. المهم كل واحد وشنو كيعجبو. هنايا من بعد كما كتشوفوا حكيت هنايا مطيشه، راه حكيت فيها واحد الضريس ديال الثومه، ضفت هنايا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، وغندير سكينجبير صافي والملحه. صافي غادا نخلط هاد الخليط ديال المطيشه. هنايا ما غاديش ندير الحك ديال المطيشه اولا معلقه ديال مطيشه الحك، لان هذا ميرنا ماشي بحال السردين كيبغي لاصوص وكيبان فيه لاصوص. هذا الشرن لا، ماشي الشرن، هذا ميرنا. واخا ديري فيها لاصوص شحال ما درتي فيها لاصوص ما كيبانش فيها، لانه هو اللحم ديالو اصلا بيض. هذاك الشيء علاش. المهم كما كتشوفوا كنضيف واحد الكاس هنايا ديال ماشي غير كاس، كندير غير شي نقيطات وصافي باش كتطلق ليا داك المطيشه مع العطريه. صافي كنضيف هنايا البصله كما كتشوفوا، كندير هاد الدوائر. صراحه كتجي فيها زوينه هاد البصله. المهم هاد المكونات البنات كنت ديجا شاركت معكم الكفته ديال الميرنا، ولكن ما كنتش دايره لها الطريقه، كنت درت لها واحد الطريقه اخرى، ولكن هاد الطريقه حتى هي بنادم كيبدل شي شويه. كما قلت لكم حتى طاجين كينشف هاد الخضره من الماء ديالها، وهذا هذاك الشيء علاش زوينه شي حاجه في الطاجين. والطاجين ديما كيقولوا لك راه الطاجين صحي. صافي كما كتشوفوا بعد ما درت في البصله وكندير فوق منها خيزو غندير بطاطا، عاد غادا نضيف كويرات ديالي ديال ميرنا.
صافي كما كتشوفوا هنا غادا ندير غير كويرات صغار. هنايا ما عنديش بزاف، كان عندي غير شي كيلو هكاك ديال الشرن، يعني ملي طحنته ما عطانيش بزاف، ماشي بحال السردين ملي كطحني كيعطيك كفته بزاف. داكشي علاش كندير الكفته ديال السردين كندير منها جوج حوايج، كندير بها بحال هكا طاجين وكندير بها لاصوص، كنت ديجا شاركتها معكم. كندير بها لاصوص، وهذه ديال ميرنا ما خرجش ليا منها بزاف، داكشي علاش غادا ندير طاجين فقط. ولكن هو اصلا ما كيجيش فيه لاصوص صراحه، ما كتجيش فيه بنينه. هي اصلا كتبغي ورق سيدنا موسى، هاد الخليط كامل البنات كيجي ورق سيدنا موسى. انا درت فيه الحامض ولكن حتى هو جا زوين، ولكن اللي كيصرعو الصراحه هو ورق سيدنا موسى. صافي كما كتشوفوا من بعد ما كنشد الكويرات ديالي كنكورهم كاملين، وغادا نعمر الطاجين ديالي، نكمل هاد العجينه كامله اللي عندي ديال الكفته. صافي وغادا نكمل المكونات اللي بقاو عندي ديال بحال خيزو، بطاطا، البصله، فلفله، غنزيد حتى فلفله، وغندير مطيشه وانتم معايا. صافي البنات كما كتشوفوا من بعد ما درت طاجين يطيب، هنايا زيد جوج ليمونات ونص ديال الحامضه، هنايا عصرتهم وقسمتهم على جوج باش غنستافد منهم جوج مرات. هنايا كما كتشوفوا غندير 3 ديال البيضات وكاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، وغادا نخلط هذا الخليط مزيان مزيان. المهم كما قلت لكم غندير بسبوسه. هنايا غنديرهم شويه رقاقين، ما غاديش يجيوني غلط لان بغيت ندير جوج مولات كل وحده والنكهه ديالها. المهم فيهم داك الحامض اولا الليمون. المهم كما كتشوفوا هذاك الكاس اللي فيه الحامض والليمون اللي مخلطاهم كنزيد عليهم شويه ديال الماء سخون. صافي كنخويهم هنايا في الخليط، وكنضيف هنايا 3 ديال الكيسان ديال السميده متوسطه. صافي غنزيد هنايا جوج ساشيات ديال الخماره الزا. صافي غادا نخلط الخليط ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادا نخليه شويه، المهم الا كانت تشرب لكم بزاف راه كتزيدوا عليه شويه ديال العصير ديال، المهم العصير نتوما كتشوفوا اللي كنت ديجا عصرته. هنايا صافي غادا نديرهم في المول، عندي جوج مولات هنايا، وغندير حيت واحد غندير فيه التفاح، واحد غنخليه هكاك. صافي كما كتشوفوا هذا غادا نزوقوا بالتفاح بهذه الطريقه، والاخر غادا نخليه هكاك. هنايا البنات السميده راه ما كتاخذش الوقت في الطياب، لان السميده غادا تشرب السوائل ديالها. صافي غيبقى لها غير غتحمر من الفوق، صافي غادا طيب دغيا كطيب. هاد حاجه ديال السميده صراحه دغيا كطيب. صافي من بعد كما كتشوفوا من بعد ما درتهم في الفران تطابو، هزيت هذاك نص كاس ديال اللي كنشط اللي كتخليت ديال الحامض والليمون، زدت عليهم شويه ديال الماء وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده.
خليهم تغلاو صافي. كما كتشوفوا نسقي بهم بالسبوسه بهذه الطريقه، وحده بالنكهه ديال التفاح وهذه النكهه عاديه. المهم البنات من بعد ما كما كتشوفوا انا راه قطعتها كانت باقا سخونه، راه كنت كنسقي فيها وهي كتشتش حيت باقا سخونه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما قطعتها ومشيت يلا كندير اتاي كنلقى الدنيا النص ديال البسبوسه طارت. المهم هادشي اللي كاين البنات، هذا هو نهاري. غادي نشوفوا معايا الطاجين حتى هو كي وجدته. ها هو البنات طاجين ديال الميرنا وصحي وزوين زوين بزاف البنات، والطريقه سهله وبسيطه. تقدري تشري غير نص كيلو ديال الميرنا، ماشي ضروري يكون عندك كثر، غير شي حاجه قليله راه غديري به طاجين بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ودرت شلاضه هنايا كما كتشوفوا ديال الرز، ودرت فيها شويه ديال الكروفيت شويه ديال الجلبانه. صافي هادشي اللي كاين البنات، هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، هذا هو الغدا ديالنا. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي، ومرحبا بكم ديما الجديد ان شاء الله. ديما الجديد في القناه خديجه ام رانيا. وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، وخليكم معايا في النهايه ديال الفيديو. وشكرا لكم وبسلامه.